بس هو لازم الدور بتاعنا كاعلاميين لا نحترم الشركه ونحترم منتجاتها اللي هي. انا قلت كده. هو شركه محترمه جدا. مش كل البيوت بتشتري من الشركه دي. يا سلام، شركه بقول لك محترمه جدا وشركه مصريه. حضرتك هقول لحضرتك حاجه. الشركه دي بتعلن في التلفزيون وفي القنوات المختلفه وفي الصحف وفي المواقع والكلام ده. النهارده في برنامج تلفزيوني مثلا الشركه دي راحت تعمل اعلان، انت هتقول لها لا عشان انت منظفات ولا بياخدوا الاعلان؟ بالعكس، انا هقول لك حاجه، انا كمدحت اتمنى الشركه دي تكون ورا ظهري. ماشي. اي جورنان بيعمل له صفحه او صفحتين الشركه ديت. اذا الموضوع بيقيسوها ازاي في التلفزيون او في ان هو جايب له ايرادات طبعا بتدخله فلوس. نفس الشيء نادي الزمالك كان واخدها من المنطلق ده، وكاله الاهرام كانت واخدها من المنطلق ده. فالمفهوم اساسا انت هتدفع علشان انت توفي التزاماتك اتجاه الانشطه اللي عندك او الاحتراف اللي عندك او اي حاجه انت بتصرف فيها. بالظبط. لكن للاسف الشديد زي ما انت حضرتك بتقول بمفاهيم الناس خالص مختلفه تماما عندنا في مصر. وانا اتمنى مع الاسف مع الاسف ده دور الاعلام مره ثانيه وثالثه وعشره، ان الاعلام عليه دور رئيسي في تنميه فكر المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. انا بتفق معاك. طب قول لي العقد ما بين وكاله الاهرام وما بين نادي الزمالك ما بينكم يعني مدته قد ايه؟ سنه واحده بقيمه 25 مليون جنيه. بالظبط. سنه واحده بس. بالزبط. طب ليه ما وقعتوش اكتر من سنه؟ ما هو دلوقتي في حاجه من الاثنين، يعني انت عارف ان بعد 25 يناير فتره كساد كبيره اقتصاديه، مش على المؤسسات الرياضيه ولكن على المؤسسات الاقتصاديه نفسها والمؤسسات الخدميه نفسها. صحيح. والانتاجيه نفسها. فانت على امل ان السنه الجايه يحصل انتعاش للسوق الاقتصادي في مصر والسوق المالي في مصر، وهيحصل باذن الله ان شاء الله. فانت في الوقت دوت بتقدر تحط شروط اكتر وتحقق مكاسب اكتر عشان انت عندك التزامات اكتر. فعمليه التفاؤل بان يكون في انتعاشه بتخليك تتريث في اتخاذ القرار. وتكتفي بسنه املا في السنه الجايه يبقى اكتر من كده. نتمنى طبعا ان يحصل الازدهار ده على اساس ان ال 25 يبقوا 50 مثلا. طب هل انتوا كان عندكم مشكله في حاجه خاصه بالمحمول او حاجه زي كده؟ كان عندكم حاجه كده بخصوص ايه يعني؟ لا قول لي انت يعني. ايوه ايه السؤال؟ السؤال انا قلت اهو. ما فيش مشكله ولا حاجه، ولكن هي المقابل المادي بتاعها قليل، يعني جابت فلوس قد ايه؟ لا هو المشكله طبعا موجوده عشان برضو طالما انت حضرتك طرحتها وانا مش هقدر انكر في الموضوع دوت. طبعا الخاصيه ديت انا شايف انها ما كانتش ترتقي لمستوى اسم ولا جماهيريه ولا شعبيه ولا تاريخ نادي الزمالك. طبعا كان المفروض. طب وتم التعاقد ازاي؟ هو التعاقد هو ايا كان بقى تم التعاقد بصوره او باخرى، ولكن خلينا نقول ان التجربه لم تحقق النجاح المرجو منها يعني. طب مين اللي تعاقد؟ اللجنه نفسها؟ هل نفس اللجنه بتاعت الشركه دي ولا حاجه ثانيه؟ هو باختصار شديد طبعا لا هي متقاربه يعني. هو برضو كان فيها كان الدكتور عبد الله جورج هو اللي كان متبني قضيه المحمول ديت. اوكي. الشركه انا شايف انها عندها قصور فني كبير جدا للاسف الشديد بدون ذكر اسماء برضو. انها اول حاجه اول مبدا من المبادئ انك انت بتعمل خاصيه اخبار الزمالك على المحمول، انك انت بتراسل كافه العملاء بتوع الثلاث شبكات الرئيسيه في مصر يعني. صحيح. بتبعت لهم رساله لكلهم تقول لهم انا بدات استخدام خاصيه اخبار الزمالك على المحمول. والزملكاويه هيشتركوا طبعا، الاهلاويه مش هيشتركوا او اي نادي اخر يعني. نعم. فبيبتدي الناس بتعمل عليها اقبال بعد الاعلان عنها. للاسف الشديد انا شايف ان الموضوع ده ما حصلش، وده اثر كتير جدا في عمليه الرواج والازدهار بالنسبه للخاصيه. طب جابت فلوس قد ايه تقريبا يعني؟ لا مبلغ ما فيش داعي والله. لا حاجه ضعيفه للدرجات دي يعني. وبعدين اساسا ان الخبر بيروح مثلا الساعه 2 مثلا الساعه 2 المفروض الساعه 2 و5 يكون عند المشترك العميل على طول. انا بقى الاقيه بعديها بساعه او بساعه ونص، وده كلام احنا اتكلمنا ممكن يكون فيه. الخبر اتغير نفسه.
الدنيا بتتغير في ثانيه، بتتغير في ثانيه بالظبط كده. وده يمكن النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها في مجلس الاداره، وانا يعني اتكلمت في التقرير بصفه عامه ان انا الموضوع دوت مش ماشي في مساره الطبيعي، ومش بيحقق لينا الازدهار اللي هو احنا بنرجوه، خاصه ان انت بتعمله مشروع اقتصادي عشان يحقق ايرادات. ايا كان بقى الاختلافات في وجهات النظر ما بيني وبين الاخرين. اختلفت انت ودكتور عبد الله، انا عارف عبد الله جورج. هو والله يعني مش الاختلاف اللي هو قاسي بقى بالشكل ان هو، ولكن وجهات النظر، في وجهات النظر طبعا. يعني واخد بالك. هو يمكن خدها بحساسيه مفرطه، وان هي يعني في شخصنه في الموضوع، ولكن انا اتكلمت من واقع الضمير العملي للموضوع. ليس الا ان لابد ان يتم تعديل المسار عشان يتحقق الغرض، وهو زياده الايرادات. ان لم يكن يتم ذلك فلابد ان يكون انتهاء الموقف نفسه، او نبحث عن بديل اخر. وده يعني وده ما تمش. وللاسف الشديد ما تمش. ممكن يكون في استمراريه على امل تجربه اخرى، ولكن التجربه الجايه دي نشوفها هتنجح ولا مش هتنجح، او ندي فتره سماح للشغل دوت انه يتحقق او يتعالج السلبيات عشان نحقق ايجابيات. تدي فتره سماح مده كبيره يعني؟ والله احنا ادينا قبل كده شهرين، احنا مستمرين شويه كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي، ونشوف الايام الجايه دي هتبقى افضل بعد استئناف الدوري، ونشوف التجربه العمليه برضه. انا يعني مستشعر حديثك النهارده، يعني هو حديث صريح جدا، وده شيء محترم جدا وفي شفافيه للغايه، وده مهم قوي لمحب النادي، محب النادي. بس كمان مستشعر انت مستمر في النادي ولا ايه نظامك؟ انا مش عارف. اصل انت بتقوله يعني بتديني كده احاسيس معينه، مش عارف، هي جات لي فجاه الكلام اللي انا بقوله ده، ما اعرفش. قول لي ان انا يعني مش عارف. بص حضرتك، انا اعتقد الحمد لله ان خلال السنتين و3 شهور اللي انا قضيتهم مع نادي الزمالك حققت فيهم جزء كبير جدا من اللي انا كنت جاي عشانه. وانا حققت الحمد لله يعني نتيجه ايجابيه حتى على المستوى المادي بالنسبه لنادي الزمالك. النهارده انا شايف ان المجله اتطورت الى حد ما. المجله كانت ابيض واسود بقت الوان، كانت 12 صفحه بقت 24 صفحه. النهارده كان موقع نادي الزمالك بقى موقع يليق الى حد كبير، وان كان ليا طموح، بس طبعا في نقط مركزيه في ان احنا يتنقل الموقع لليفل تاني او مستوى تاني، ولكن ده عايز امكانيات ماليه معينه. لكن النهارده المجله والموقع جايبين اعلانات ما كانش فيه الكلام دوت. النهارده في عقد وكاله الاهرام بيشترط ان هو ياخد اعلانات في مجله نادي الزمالك، ده ما حصلش خلال 35 سنه. النهارده وكاله الاهرام بتشترط انها تحط 5 اعلانات في الموقع الرسمي لنادي الزمالك، ده برضه ما كانش بيحصل خالص. النهارده حجم هذه الاعلانات في الموقع والمجله حوالي 4 مليون جنيه من ال 25 مليون جنيه ما شاء الله. فده امر ما حصلش لنادي الزمالك في منظومه الاعلاميه على مدار 35 سنه منذ ان تم اصدار. توزيع وصل قد ايه عندك؟ لا بقى ما شاء الله، ما احنا هنحسب بقى نادي الزمالك. خليها دي بقى المجله كرقم، مش حافظ رقم؟ لا حافظه، بس انا مش عايز اقول طبعا. ليه؟ دي حاجه بقى بتاعت نادي الزمالك بقى، معلش عشان هتتقارن بتوزيع الاهلي والجرايد الثانيه، فانا بعتقد دي طب كانت كام مثلا قبل كده؟ هي دلوقتي 3-4 اضعاف عن 3-4 اضعاف في الوقت ده. كانت كام بقى؟ لا مش هقدر اقول برضه. ماشي. لا انا بس انا طب نرجع لسؤالي. انا عايز بس الناس طبعا تحترم اسرار نادي الزمالك اكيد، اللي هي حتى في حجر على فكره يعني عدد لا ازاي طب الاهرام بتوزع كام؟ بيعلنوا؟ لا ما حدش، لا والله بيعلنوا. لا دي اسرار، لان حتى اخبار اليوم دي من اسرار المهنه والله. عشان انا والله ما اعرف انها من اسرار المهنه. ده بتصور ان كل يعني مطبوعه بتفتخر بالاعداد اللي بتوزعها، انا بتصور هذا يعني. لا هم بيبقوا في مبالغه شويه يعني. اوكي احيانا بيبقى في مبالغه في الارقام عشان بالنسبه للمعلنين انت بتقول له انا مليون نسخه عشان يقدر يجي لك بسعر اعلى في الاعلان. لكن خلينا نتكلم على الترجمه الفعليه. الايرادات اتحققت في تاريخ نادي الزمالك لم تتحقق من قبل في ال 35 سنه. عاملها زي الاجانب بقى واخد بال حضرتك؟ دي نقطه.
هترجع بقى، عايز انت ترجع لنفس السؤال. انا اصلا انا يعني ما اعرفش، انا جالي احساس عشان كده بقول لك. هي بص، انا 2 و3 شهور انا بشتغل تطوعي في نادي الزمالك. تطوعي؟ في كتير من بدون مرتب؟ لا بدون مرتب الحمد لله. لا والله. وده كان شرط الرئيسي، يعني انا مش مفروض عليا. محبه في النادي اكيد. انت ترجمت حبك وخلاص، واعلنت انك انت بتشتغل لنادي الزمالك تطوعي، يبقى خلاص، يبقى انت راجل بتحب نادي الزمالك بدون مرتب. بدون اجر. فخلاص انت فصلت كده اهوت. وكان ده كان شرط من شروط الرئيسيه مع مجلس الاستاذ ممدوح عباس، وده كان شرطي الرئيسي في قبولي للمسؤوليه من 2 و3 شهور بالظبط. كويس. فاعتقد ان بعد الفتره ديت انا يعني اديت كتير، واعتقد ان انا وقفت على مرحله ايجابيه حققت فيها اغراض كتيره نادي الزمالك ما كانتش موجوده، وان في خطوه ايجابيه يجي ممكن اي حد يجي بعديه هيرتاح كتير جدا. انا تعبت كتير لكن انا تعبت في الفتره دي. انا جيت لقيت الارض بور، يعني كانت غير مؤهله انك انت موقع يكاد ما يكونش موجود، مجله كان مستواها كانت ابيض واسود في القرن ال21. يعني انا هقول لك ايه اكتر من كده. ما كانش يليق باسم ولا سمعه ولا تاريخ ولا كيان ولا حاضر ولا مستقبل نادي الزمالك. فكان دوري ان انا احول كل الكلام ده. الحمد لله انا اعتقد ان بعقد وكاله الاهرام واصرار عمليه الاعلانات بالحجم دوت، وانا اعتقد برضو دي ما اتحققتش برضو كتير في منظومات اعلاميه كتيره، ان ده كانت مشوار انا بعتبره كويس ليا وجيد ليا، وتجربه مفيده لنادي الزمالك، مفيده ليا انا شخصيا. يعني بمعنى ربنا يسهل. لا يعني هل هناك قرار انت اتخذته بالاستقاله من منصبك، ولا لسه بتفكر؟ عشان انت يعني انا ما كانش في دماغي الديالوج ده خالص. بس هو جاب بعضه يعني. هو يمكن انا كنت اعتذرت يعني للمستشار جلال ابراهيم على الاستمراريه للفتره اللي جايه، ولكن احنا يمكن بعد جلسه مع بعض اعضاء مجلس الاداره، فانا قاعد لفتره انتقاليه لحد كبير، يعني لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد بقى ما يشاء. اوكي. يعني هل هناك تخوف من عوده الاستاذ ممدوح عباس؟ لا اطلاقا. بالعكس، انا جيت في عصر الاستاذ ممدوح عباس، هو اللي جاب من المجلس الاستاذ ممدوح عباس. هل هو كان مبارك عملك مع المستشار جلال ابراهيم؟ اكيد. ما ولا ما حصلش حوار في المنطقه دي خالص؟ ما حصلش حوار في المنطقه دي نهائيا. وانا اتصور عمره ما هيتكلم هو في المنطقه دي اطلاقا. لا ما لهاش ادنى علاقه بالموضوع ده تماما. وان مجلس الاستاذ ممدوح عباس هو المجلس اللي اختارني واولاني المسؤوليه، وده كان شرف ليا وشرف كمان لتاريخي، وشرف لاي حد يقعد على كرسي رئاسه المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك. صرح كبير وكيان كبير وتاريخ كبير وجمهور كبير. اعتقد ان ده يسعدني انا شخصيا، ان انا كتبت في تاريخي ان انا كنت في يوم من الايام رئيس المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك. الحمد لله طبعا. ربنا اللي وفقني. انا مهما اقول لك ان حتى الزملاء اللي بيشتغلوا معايا في المنظومه الاعلاميه، سواء في الموقع او في المركز الاعلامي او في المجله، ناس على اعلى مستوى في الاخلاق والجهد والعطاء، وانا لازم اشكرهم ولازم احييهم على ان هم قدروا معايا انهم ينهضوا بالمرحله ديت. وانت عارف ان ظروف نادي الزمالك قاسيه جدا قوي وصعبه جدا. انتوا بتعملوا دايما تحت ضغوط الحقيقه بالظبط. يعني انا عايز اقول حاجه كويس ان حضرتك فتحت المنطقه دي. انا لم اتوقع ولم اتصور ولم اتخيل ان نادي الزمالك بيشتغل بالمنهج ده. يعني اولا نادي الزمالك لو اتكلمنا على سلبياته، يمكن مش موضوع حلقتنا، يمكن بعد فتره لو جيت لك واتكلمنا هيكون تخلصت من بعض القيود اللي انا ممكن، قيود الشغل نفسه وقيود الموقف اللي انا فيه والموقع اللي انا بتحمل مسؤوليته. هكون اكثر ايجابيه وتفاعل مع جمهور نادي الزمالك، لان من حق جمهور نادي الزمالك اللي انا بشعر بيه كصحفي، بعيد بقى على نادي الزمالك نفسه، لان منطقه انك انت تكون صحفي في جورنالك اساسا بتبقى انت ناقد رياضي، المفروض انت
بتتكلم على سلبيات اي اتحاد طبيعي. او اي نادي بتكون فير يعني بحريه كامله طبعا. وده يمكن من اهم اسباب اصراري على ان انا اشتغل في نادي الزمالك بدون اجر.